هنبدأ فيلمنا مع بنت صغيرة في المدرسة وبتكون بتحب الأبطال الخارقين وبتتمنى إنها تكون زيهم علشان الناس تحبها، وبتكون اسمها سو وبتتمنى كده علشان بتكون وحيدة وملهاش صحاب، لدرجة إن المدرسة نفسها بتنساها وبتقفل عليها باب الفصل لأنها بتفتكر إن كل الطلبة اللي جوه مشيوا خلاص، وبتقوم تخبط على الباب علشان أي حد يفتح لها، وتطلع لأبوها اللي مستنيها بره المدرسة، ويروح لأمها ماريا شغلها اللي مهتمة بيه اكتر من بنتها علشان هي عالمه في معمل تجارب ومحدش عارف هي بتعمل ايه. بس سو بتكون فاكره عيد ميلادها وقررت انها تعمل لها مفاجاه وتروح لها المعمل اللي هي شغاله فيه وتفاجئها هي وابوها، بس بيولعوا شمعة وبتطلع دخان كتير وده بيشغل جهاز الانذار، فبتيجي ماريا وبتتخانق مع جوزها وبنتها على اللي هم عملوه وانهم لازم يمشوا حالا من المعمل، فبتزعل سو من تصرف امها وبترمي التورته اللي في ايدها على الاجهزه اللي حواليها، فبتشغل المفاعل النووي وبتجري سو على الجهاز وبتحاول تقفله بس بتفشل، فبتروح ناحيه المفاعل النووي علشان تقفله يدويا بس برضه بتفشل وبينفجر المفاعل النووي وبينقذوها من الانفجار، وبترجع من تاني على بيتها مع ابوها وبتلاقي ان الجرح اللي في ايدها لونه ازرق وبينور تحت جلدها، فبتخاف وبتخبي على والدها وبتروح على بيتها وبتنام، ولما بتصحى من النوم بتلاقي دراعها مختفي وبيظهر لوحده تاني، وبتلبس بسرعه علشان تروح المدرسه وبتقابل توبي وبيقول لها ان لقبه تي، وبتبقى مش عارفه تتصرف ازاي لحد ما بيتلموا عليه بقيه البنات علشان يتعرفوا عليه، فبتختفي سو بكل جسمها وبتجري على الحمام بتاع المدرسه علشان تستخبى فيه، وبتشوف زميلتها ان المناديل بتتسحب لوحدها فبتهرب لانها فاكره ان في اشباح. تهدى سو شويه جسمها بيرجع تاني وبتعرف انها بتختفي بسبب انفعالها، وبتروح على والدتها فورا في المعمل عشان تقول لها اللي حصل، وبيغمى عليها من التعب وبتصحى سو وبتلاقي نفسها في بيتها بتقول لها امها انها هتحاول ترجع لها، وبتطلب منها امها انها ما تخرجش من البيت ابدا، بس سو بتروح على مدرستها وبتلاقي تي بقى مشهور والكل بيعرفه، ولما بيشوفها بيجري عليها علشان يديها القصه اللي وقعت منها، وبتخش ليام في نص الكلام وبتقول لتي انها فاشله ومحدش يعرفها، وبتروح سو تتخانق معاها، بس فجاه موبايل ليام بيرن رنه غريبه فبتتكسف وتجري قدام تي، وتبقى اللي عملت كده هي بنت اسمها اب واللي قدرت تهكر موبايلها وتخليه يرن الرنه دي، وبتشكرها سو على مساعدتها. وبعد المدرسه بتروح على معمل والدتها علشان يعرفوا ايه اللي حصل لها، وبيعرفوا انه بسبب الانفجار في ماده معدله وراثيه دخلت جسم سو، والماده دي وظيفتها حماية الجسم من الأمراض والإصابات، ولما بتختفي سو وتلمسها مساعدة ماريا بتختفي هي كمان، بيعرفوا إنها بتتنقل باللمس، وبتفكر ماريا إنها لازم تدمر كل الأبحاث بتاعتها علشان محدش يستخدمها لمصلحة، بس لو مسحت أبحاثها مش هتقدر تعمل علاج لحالة بنتها، وبتعرف إنها بتتأثر بالسخونية وإنها لما بتمسك أي حاجة سخنة اسمها بيختفي، ولما سو بتسمع الكلام ده بتتضايق وبتمشي وبتروح على مدرستها وبتشوفها آب قدامها، بتاخدها سو المطعم وبتحكي لها على اللي بيحصل معاها، وبتخش ليا نفس المطعم وبترخم عليهم، فبتختفي سو وبترمي عليها عصير وكاتشب وبتبوظ لها شكلها، وبتيجي امها على المطعم علشان تاخدها وبتقول لها ان اللي هي فيه لازم يفضل سر لانه لو اتعرف هتبقى فار تجارب للمعامل، بس الموضوع بيكون وصل لصاحب الشركه بيأمر بخطفها وبيهجم ناس على عربيه ماريا وبيخطفوها، فبتقول لبنتها انها تدور على الفريد والقناع الاحمر، وبتكون سو اختفت علشان كده محدش بيخطفها، وبتروح على تي وتطلب منه انه يساعدها، وبتروح بيته وبيقول لها ان والده اغلبيه الوقت مسافر وهو قاعد لوحده وممكن تبات عنده، وبيجيب لها حاجه تشربها فبتختفي من قدامه، ساعتها بيعرف سرها وانها قادره تختفي، وبيفكروا ازاي هيعرفوا مين اللي خطف ماريا، وبيروح تاني يوم على مكان عربيه ماريا وبتتصل اب بسو وبتقول لها ادخلي العربيه، وبيدخلوا جوه العربيه وبتتحرك العربيه وبتقف عند الشركه اللي ماريا شغاله فيها، وساعتها بتفتح لهم اب وبتقول لهم ان الشركه هي السبب ورا اللي بيحصل، وبتكون اب عرفت انها تهكر الكاميرات اللي في المكان، وبيحاولوا هما التلاتة انهم يدخلوا الشركه علشان يعرفوا مكان ماريا، وبيكتشفوا ان الموبايل بتاعها واقع تحت مكتبها، وفي الوقت ده بيكون مدير الشركه عرف ان في حد في شركته، وبيأمر كل بتوع الامن انهم يدوروا على الدخله، وقبل ما يتمسكوا بيخرجوا بره الشركه وبيكون معاهم شنطه ماريا، وبيروحوا على بيت اب علشان يفكروا هما هيعملوا ايه، وبيلاقوا على موبايل ماريا فيديو ليها قبل ما تتخطف من المعمل، وبيلاقوا جهاز غريب في شنطتها، وبيطلع برنامج ذكاء اصطناعي اسمه الفريد، وبيعرفوا منه ان ماري تجرب الماده عليها بس فشلت، بس نجحت على بنتها، علشان كده الشركه بتدور عليها علشان تاخد منها عينات الابحاث، وبيجي الليل وكل واحد بينام في سرير، وبيظهر ان في حد بيحاول يدخل البيت علشان يخطف سو بس ما بيلحقش وبيهرب قبل ما يتمسك، وبيجي تاني يوم وبتكون اب قدرت انها تعمل بدله لسو علشان تتحكم في اختفائها وقت ما تحب، وبتجربها سو وبتكون مناسبه ليها جدا، وبيجي لها تليفون من امها وبتقول لها انها هربت من المكان اللي كانت محبوسه فيه وعايزه تقابلها بعد ساعه عند النافوره، بس لما بيروحوا بيلاقوا رجاله صاحب الشركه واقفين مستنيينهم علشان يقبضوا عليهم، وقبل ما يخطفوهم يروحوا على اخر مكان اتصلت ماريا منه، وبيوصلوا لمصنع قديم مهجور، وساعتها بيحس تي ان في حاجه غلط بتحصل، وبيقول لسو ان امها ممكن تكون متورطه مع صاحب الشركه وعامله لهم فخ، فبتزعل سو منه
انه قال الكلام ده على امها وبتطلب منه انه يمشي ويسيبهم، فبيمشي ويسيبهم. وبعد كده بتظهر طيارات درون بتحاول تلحقهم وبيستخبوا منها، بس بيحصل انفجار قوي قدام سو وبيغمى عليها. ولما بتصحى بتلاقي امها قاعده قدامها وبتقول لها انها كانت بتحلم وان مفيش حاجه حصلت. ولما بتخرج من الاوضه وتقفل الباب وراها، فبتحاول سو تخرج من الاوضه، بس بتلاقي ان الباب وكل الشبابيك مقفله. تنزل ماريا تحت بتتحول وبتطلع لينا مساعده ماريا، وعندها قوه خارقه زي الاختفاء وتغيير الشكل. وطلع ان كل حاجه حصلت من تنفيذها هي، وهي واخده شكل ماريا وبتبقى اب لسه موجودة في المكان المهجور ومستخبية لحد ما بتلاقي ماريا الحقيقية قدامها، وبتاخدها وبيروحوا على سو وبتحكي لها على كل اللي حصل. وبيعرفوا ان لينا هي اللي ورا كل اللي بيحصل، وهي اللي بتساعد صاحب الشركة، وانهم بيخلصوا على كل الشهود، وانها راحت حفلة المدرسة اللي فيها تي علشان تقتله. وبعدها بيروحوا كلهم على مكان الحفله علشان ينقذوا تي قبل ما لينا تمسكه. وبتبقى ماريا قدرت توصل للمصل اللي هيرجعها طبيعيه تاني، فبتاخده سو علشان ممكن تستخدمه ضد لينا. ولما بيوصلوا الحفله بتشوف سو وهو بيرقص مع لينا، بتتضايق وبتغير عليه، لكن حولت دي شكلها وبتخلي اب تتحكم في الدي علشان لو احتاجتها في اي وقت تلاقيها، وتطلب منها انها تشغل الدخان علشان يقدروا يختفوا في المكان كويس. واول ما بتقرب من لينا بتحقنها بالمصل وبتاخد اب وتي وبيهربوا من الحفله بسرعه. وساعتها بيقابلوا جدة اب في الجراج ومش بيعرفوا ازاي عرفت مكانهم، وبتقول لهم انها جايه علشان تساعدهم. بس تي بيشك في الموضوع وبيحاول يهرب من المكان، بس حراس الشركه بيتلموا حوالين المكان وبيكون معاهم ماريا وصاحب الشركه وبيكونوا متكتفين. وبيطلع انه كان بيدور عليهم علشان يحميهم وما قدرش يقابلهم علشان يفهمهم السبب ورا كل اللي بيحصل كان بسبب جدة اب، وان كل هدفها كان سرقه العينات اللي اخترعتها ماريا. ولما دمرتها كلها مفضلش غير عينه واحده وهي دم سو، فبتاخد سو المصل وبتحقن بيه نفسها، وبتركب جهاز في الكرسي المتحرك بتاع الجده وبيخليها ما تقدرش تتحكم فيه لحد ما الشرطه بتيجي وبتقبض على الجده وحراسها وبيغمن على سو. ولما بتصحى بتكون في بيت اب وحواليها ابوها وامها علشان يطمنوا عليها، وبيديها ابوها حاجه سخنه تشربها ومش بتختفي لانها بتكون اتعالجت بسبب المصل. وبتروح لها ماريا وبتتاسف لها على كل اللي واجهته وانها كانت المفروض تبقى جنبها اكتر من كده. وبترجع سو لحياتها الطبيعيه وبتكون زعلانه انها خسرت القوه بتاعتها، بس كسبت عيلتها واصحابها من تاني. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. كان معاكم محمد نوبي.